اماكن كتير اتعودنا ان احنا نشوفها حوالينا كل يوم، بس عمرنا سالنا الاماكن دي اتبنت ازاي؟ اكيد ما جاش في بالك، صح؟ عشان كده انا جاي احكي لكم حكايه مكان. اول سؤال سالته لنفسي، هما ليه قرروا يبنوا في الحته دي بالذات؟ ولما شفت الموقع بدات افهم. بص على الشارع، بص على الميادين، وبص على البوابه كده، شوف حجم المكان عامل ازاي، على مساحه 11000 فدان، شوف حجم التخطيط عامل ازاي. عايز اقول لك ان في مشاريع وصل انشاءاتها بنسبه 70 و80%، وفي مشاريع يعتبر انشاءاتها خلصت زي ما احنا شايفين كده بالظبط. عايز اقول لك ان برضو في مشاريع ساكنه بالكامل. الغريب ان رغم كل المساحه دي، اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها على بعد 5 دقايق، لان شركه ميدار عامله لك ابلكيشن ويز. شوف حجم المطورين اللي بيتنافسوا داخل المنطقه، تاكد ان انت هتشتري في المكان الصح. واحد يجي يسالني وفين النادي يا حسام؟ موجود هنا نوادي كتير مختلفه. المدارس بقى عارفك مستنيها، هتلاقي فيها هنا الناشونال والانترناشونال، اختار ما بينهم. شركة ميدار قصة تتحكي في سنين، بس لو ألخص كل ده في كلمة واحدة، العلم اللي خلاهم شايفين المستقبل ومش سايبين حاجة للصدفة. عايز أقولك إن في هنا أكتر من 20 بروجكت. لو محتاج تستثمر في مدينة المستقبل أو تسكن، كلمنا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة أو سيب كومنت عشان أقدر أتواصل معاك.